السلام عليكم، معاكم عمر محمود. انا انا فرحان قوي بتعليقاتكم، بس انا ملاحظ ان المشاهدين اقل اكتر من المتابعين، واللايكات اقل برضو من المشاهدين. من فضلكم ادعموني واعملوا لايك ومتابعة واشتركوا في القناة ولان الجرس عشان تجيبوا اول اي فيديو جديد. انا معايا مشروبات مصرية. النهارده هنشوف المشروبات المصرية، هنجرب شوية حاجات منها. احنا النهارده معانا الكاس الخطير. انت عارفين طبعا ان النيش عند المصريين آثار، بس انا بقى كتبت واسطة وعملت واسطة عشان اطلع ده من النيش. يلا بينا هنبدأ المنتجات اللي معانا باز، رواغ، جرين كولا. بس معانا من جرين كولا كانت موسي هارلي، أجا، في 7. معانا طبعا من في 7. احنا طبعا عارفين السنتوب كلنا موجودين. ويجو، طبعا معانا أجا، بس قطع مشروبات مقطعة قطع. معانا يوجو، معانا طعمين من الألوفيرا. دلوقتي الباز معانا طعم التفاح ان شاء الله اللي هنجربوه، مجربتوش قبل كده. ومعانا طعم توت بالخوخ، ومعانا طعم الفراولة. احنا هنجربه طعم التفاح عشان ده مجربتهوش. هو 16 طعم بس انا جايب منهم 3 وكانوا ب 12 بقوا ب 18. دلوقتي تعالوا نجربه بس مع بعض. تعالوا نجربه مع بعض كده. نفضل شوية. شايفين كده لونه فاتح شوية. هو طعمه حلو ومش بطال، وطعم التفاح مع الصودا كده وفيه لسعة صودا تحفة يعني. حلو. حابة أقول لكم هو في المركز الكام بعد ما احنا نخلصه. لسه هنجربه ونحدد المراكز بتاعتكم ونشوف مين الأحسن ومش أحسن. دلوقتي احنا هنجربه مع بعض. رواق، أنا اللي عارفه اللي ده عصير عنب مش مشروب غازي. أنا عارف اللي هو رواق هو ليه أطعمة كتير بس أشهرهم العنب الأحمر، وأنا لقيت الإزازة شكلها حلو ب40 جنيه وحاولت أجيبه وأجربه معاكم. دلوقتي تعالوا نجربوه مع بعض. هنخليه كده بالراحة ده شوية. بصوا من العنب الأحمر كده. هو عصير عنب حلو وطعمه جميل بصراحة وهو حلو. يلا بقى كده أنا مع بعض. طعمها مدي على الليمون بس مش باين فيها خالص طعم النعناع. هي مش بطالة بس يعني. دلوقتي أنا هفصل بالمية الطعم. أنا هفصل المية بمنتج ومنتج. دلوقتي هنشوفه. دلوقتي أنا هجرب معاكم الموسي. هما في ناس بيسموها موسى بس هي اسمها الحقيقي موسي. دلوقتي هنجربه طعم الخوخ مع بعض. خوخ بالشعير، هو أصلا مشروب شعير. هي حلوة وممكن مع بعض بارلي. مشروب كولا ب12 جنيه ده. احنا عارفين طبعا ان مش اي مصنع بيعرف يصنع الكولا. دلوقتي احنا هنشوف هي في. هي ما عجبتنيش بس اللي عايز يشتريها يشتريها. هي مش حلوة يعني قوي. دلوقتي
نجربه مع بعض. ده عامل زي بيست ب6 جنيه، وده عامل زي راني ب15 جنيه. انا مش هجربه معاكم عشان هما الاتنين اللي انت جبتوا راني او جبتوا راني او بيست هتلاقيهم الطعمين شبه بعض. عشان مع بعض دلوقتي هنجربه B7. فكرة الغطا عجباني أوي، حلوة، فيها مشروب مصري وفيها فيتامين وعسل. دلوقتي سعرها يضمن من 15 جنيه ل20 جنيه. شايفين؟ اتفتحت اهي. نحطها كده مع بعض. هو طعمها ناس بالظبط كده، تحس اللي هي جايبين الناس وحاطينه جوه البتاع مع الصودا. تحفة بصراحة، حلو. طبعا انا مش محتاجة اعرف سنتوب، كلنا عارفينه وغني، غني عن التعريف، كل العيلة عارفاه وبتحبه. دلوقتي احنا هنجربه فريجو، هو مشروب جيلاتيني، وهنجربه طعم المانجا مع بعض عشان مجربتوش قبل كده. يلا بينا. دلوقتي ده دكتور ريحانة، استعنت بحد كبير شوية عشان يفتحها لي عشان صعب الفتح بصراحة. مشروب عامل زي الجيلاتين كده، جيلاتين. دلوقتي هنشربوه مع بعض. جيلاتين، هو حلو، جيلاتين وفيه مانجا، جيلاتين بطعم المانجا، تحس ان هو حلو، مسكر كده، عليه سكر، يعني حلو شغال. هو فيه أطعمة كتير، انا اكتر حاجه عجبتني فيهم اللي هي المانجا، وانا بشرب برضو اللي هي الليمون والكوكتيل، وفي اطعمه كتير على حسب الرغبه زي اللي انت عارفين كده. احنا دلوقتي هنجربه مع عادي يجو، سعره 12 جنيه. كان في منه مشروب طاقة، بس الشركة بتاعته عملت منه بيبسي وحاجات ساقعة، وهو في منه بتاع أطعمة كتير ومن ضمنهم الكولا، بس أنا ملقتش غير بالليمون. تعالوا نفتحه ونجربوه مع بعض. باين إن فيه صودا. لون شفاف عامل زي القطط كده. نجربوه مع بعض. هو طعمه حلو، وعامل زي عامل زي اللي هي السيفن، يعني شغالة حلوة، تشتروه. دلوقتي احنا هنجربه مع بعض. الألوفيرا دي أغلى حاجة النهاردة عندنا ب45 جنيه. أنا قلقان قوي من اللي أنا هنجربه عشان ده مشروب كوري. هنجربوه دلوقتي مع بعض. اسمه ألوفيرا، مشروب صبار. دلوقتي هنجربوه مع بعض أهو. هو مشروب كوري زي ما انتوا عارفين، فيه طعم المانجا والصوفي، بس أنا هجرب معاكم دلوقتي المانجا. ريحة مانجا طلع. شغال وطعمه عامل زي المانجا، شغال يعني حلو كويس. اللي عايز يعرف انا اشتريت الحاجات دي من فين يكتبولي في الكومنتات. ما تنسوش بقى تعملوا شير ولايك ومتابعة، والفيديو ده عجبكم اكتبولي في الكومنتات وانا اجيب لكم حاجات جديدة ان شاء الله. مع السلامة.